السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عزيزي المشاهد، لو بتفكر تشتري السماعه الساوند كور الار 50 اي ان سي من انكر، حابب اقول لك قبل ما تشتريها اتاكد ان هي اصليه مش مضروبه، لان في منها كتير مضروب وبيتباع لك بسعر الاصلي بالظبط، وكمان المضروب دوت موجود عند ستورز مشهوره، وده بصراحه اللي صدمني. فبدون كلام كتير خلينا نخش في الفيديو بتاعنا ونشوف ازاي تقدر تميز المضروبه عن الاصليه. وزي ما انت شايف هنا انا معايا سماعتين، واحده اصليه وواحده مضروبه، هوريك الفرق ما بينهم في كل حاجه حرفيا. فزي ما انت شايف معانا هنا واحده اصليه وواحده مضروبه، هوريك الفرق ما بينهم في كل حاجه حرفيا، لان الفرق صدمني حرفيا في كل حاجه، في جوده الصوت، في المايك، في كل حاجه حرفيا. اول حاجه عايزين المشاهد، السماعه الاصليه معانا هي السماعه البيضاء، والسماعه المضروبه هي السود. اول حاجه عايزين المشاهد، لو جيت تلاحظ ودي انا جربتها، السماعه الاصليه هتلاقي فيها مكان كده بيتفتح، اللي هو المكان اللي انت بتعلق فيه التليفون بالشكل دوت كده، وهتلاقي جواه مكتوب السيريال بتاع السماعات وبتاع البوكس وبتاع كل حاجه حرفيا. فاتمنى انها تبقى واضحه. فزي ما انت شايف عايزين المشاهد، الكلام اللي جوه دوت الكلام بتاع السيريال والسيريال نمبر بتاع السماعه اليمين والسماعه الشمال وكل حاجه حرفيا عن السماعه دي. ولكن لو جيت تفتح المكان دوت في السماعه المضروبه هتلاقي ان هو ما بيتفتحش معاك. زي ما انت شايف هنا دي السماعه المضروبه، حرفيا المكان دوت ما بيتفتحش. انت متخيل المكان ده فاضي حرفيا، ما بيتفتحش. هو موجود الشكل بتاعه بس ما بيتفتحش حرفيا زي ما انت شايف كده. وده طبعا عشان السماعه دي مضروبه وما يوركش السيريال بتاعها او اي معلومات عنها. دي اول نقطه هتلاحظها في السماعه المضروبه بتاعه انكر الار 50 اي ان سي. وتاني حاجه معاك هي الجوده بتاعه البلاستيك والخامات اللي موجوده في السماعه الاصليه مختلفه تماما عن السماعه التقليد. هنا انت حاسس ان في حاجه بريميوم فعلا، وحاسس ان في جوده موجوده. يعني على سبيل المثال هتلاقي ان مفيش اي صوت خالص بيحصل معاك في السماعه، ولكن لو جيت تجرب الموضوع دوت مع السماعه التقليد هتحس بصوت وفرق في الخامات سيء جدا زي ما انت شايف. خليني اوريها لك في المايك، تمام؟ ولكن السماعه الاصليه ما بتعملش صوت خالص. طبعا في فرق كبير جدا في الصوت ما بينهم، زائد كمان ان حجم البوكس بتاع السماعه الاصليه اكبر من حجم البوكس بتاع السماعه التقليد. زي ما انت شايف لو حطيت السماعه الاصليه ورا التقليد، السماعه الاصليه اكبر بشكل بسيط جدا من السماعه التقليد. ودي الحاجات الظاهريه اللي هتلاحظها معاك في السماعه الاصليه عن التقليد. ولكن بقى عايزين المشاهد، اهم تيست تعمله هو ان هي تقرا على الابلكيشن بتاع ساوند كور من انكر ذات نفسه. فاول حاجه هتعملها معاك اللي انت هتنزل الابلكيشن دوت على موبايلك، وهو الابلكيشن دوت عايزين المشاهد، الابلكيشن دوت يبقى لازما معاك عشان تتست السماعه عشان تعرف ان هي اصليه ولا تقليد. وبعد ما تنزل الابلكيشن عايزين المشاهد تبدا اللي انت تفتحه، ولازما يبقى معاك ضروري جدا. وبعد ما تشغله هتبدا اللي انت توصل السماعه عادي جدا. فخلينا نخرج فرده من السماعه الاصليه دي اللي هي الاصليه معانا، ونعمل لها كونكت بالشكل دوت كده، وهتلاقي ان السماعه اتعملت ليها كونكت على الموبايل عندك زي ما انت شايف بالشكل دوت كده. انا برضو هعمل لكم الريكورد بتاع السكرين دوت، هنزله لكم برضو مع الفيديو. وبعد كده خلينا نجرب السماعه. وبعد ما تعمل كونكت عايزين المشاهد هترجع على برنامج الساوند كور، تمام، وتعمل ريفرش كده، وهتلاقي ان هو عمل كونكت للسماعه. اول ما يعمل معاك كونكت بالشكل دوت كده، فكده حابب اقول لك ان السماعه بتاعتك اصليه وتقدر ان انت تعتمدها بدون كلام كتير، تمام. وطبعا تقدر بقى ان انت تغير المودات والحاجات كلها عادي جدا. ولكن لو السماعه بتاعتك مضروبه او مش اصليه هتلاقي ان هو عمره ما هيعمل كونكشن، تمام. فخلينا بقى نحط السماعه الاصليه بتاعتنا كده في البوكس ونخش على السماعه المضروبه معانا. ولكن قبل ما نجرب السماعه المضروبه هنعمل فورجيت للسماعه دي تماما. خلينا نعمل لها كده فورجيت من الجهاز بتاعنا. وبعد كده خليني اخرج السماعه المضروبه بتاعتنا عايزين المشاهد اللي هي الانكر اللي هي البلاك زي ما انت شايف اللي هي السودا، وهنستخدمها بالشكل دوت كده. اوكي، ونبدا نعمل لها كونكت زي ما انت شايف ظهرت معانا. هنعمل لها كونكت. طبعا صوت الكونكشن مختلف تماما والاصوات بتاعتها مختلفه تماما. يعني السماعه الاصليه بتعمل ساوند شبه كده اغنيه، او بتعمل لك اغنيه بالكونكشن. دي بتعمل لك اللي هو الشغل التعبان اللي هو تقول لك كونكتد. عارف انت الصوت اللي هو موجود في اي سماعه دوت اللي هو كونكتد ديسكونكتد، اللي هو الشغل التعبان ده. ما علينا، مش دي نقطتنا. برضو هنخش على برنامج الساوند كور بالشكل دوت كده زي ما انت شايف. خلينا نعمل ايه يا عم، اد ديفايس، تمام. زي ما انت شايف المفروض ان هو قرا السماعه زي ما انت شايف بالشكل دوت كده. فكل اللي هعمله ان انا هدوس على السماعه، وزي ما انت شايف هتلاقي ان هو ما بيتوصلش بالسماعه دي نهائي. فده معناه ان السماعه دي مضروبه. طبعا مهما حاولت ومهما جربت ومهما عملت اي حاجه، ده معناه ان السماعه مضروبه وما بتعملش معاك كونكشن. فكده ده معناه ان السماعه دي مضروبه مليون في الميه، وتقدر ان انت ترجعها على طول. اول حاجه بيبقى معاك 15 يوم او 14 يوم على ما اعتقد ضمان استبدال، وتقدر ان انت تستبدلها من المكان اللي انت شاريها منه. وده اللي انا هعمله عامه. فزي ما انت شايف كده السماعه مضروبه. دلوقتي انا هعمل لك تيست وهعمل لك ريكورد كمان فرق الصوت، او هعمل لك ريكورد بتسجيل صوت ما بين فرق الصوت ما بين السماعه الاصليه والسماعه التقليد، لان الفرق رهيب جدا. انا طبعا مش هكلمك على الساوند كواليتي
كواليتي، لان الساوند كواليتي طبعا فرق السما من الارض، ولكن اللي هعرف اخليك تسمعه هو صوت الريكورد ذات نفسه. فخلينا نفتح الريكوردر بالشكل دوت كده، وهعمل ريكورد بالسماعه المضروبه. زي ما انت شايف انا دلوقتي بجرب بالسماعه المضروبه. طبعا انا متاكد ان الصوت منها هيبقى شكله زباله جدا، شكله هيبقى صوته زباله جدا، زائد ان الكواليتي بتاعته هتبقى زفت 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 يعني. وطبعا انا باين عندي كمان في البتاع اللي فيه نويز موجوده اصلا من السماعه ذات نفسها، فالتجربه سيئه جدا. ما ينفعش ان اي حد يشتري او يتعامل بالسماعه المضروبه دي. فخلينا نقفل الساوند دلوقتي ونجرب بالسماعه الاصليه. هنحط السماعه دي كده زي ما انت شايف، نشكرها ونقول لها شكر الله سعيكم، وبعد كده نخش على السماعه الاصليه معانا. اوكي، ناخد برضو نفس الفرده، انا بجرب بنفس كل حاجه، هي نفس الفرده اليمين اللي انا جربت بيها. طبعا في ساوند مختلف تماما، في ميوزك بتتعمل لما بتشيلها، في ميوزك بتتعمل لما بتيجي تعمل لها كونكت، مختلفه تماما. لو السماعه بتاعتك عملت يور ديفايس از كونكتد، اللي هو الصوت اللي احنا عارفينه دوت، او طلعت اي صوت وانت بتعمل كونكشن، او اي صوت حد بيتكلم، فاعرف ان السماعه بتاعتك مضروبه. فخلينا نعمل ريكورد بقى بالسماعه الاصليه. هنا انا بجرب الصوت بالسماعه الاصليه، وطبعا انا متاكد ان في فرق كبير جدا، لان الويفات عندي عاليه اعلى من السماعه القديمه، زائد ان لما بسكت مفيش اي صدى صوت بيطلع، مفيش اي صدى صوت حرفيا بيطلع. الثانيه كان في صدى صوت شغال، وكمان كانت في على ما اعتقد نويز او في خربشه في المايك معرفش، بس هي كانت مضروبه تماما. ولكن الصوت هنا افضل بكتير. تمام، ففرق السما من الارض حرفيا. الصوت حتى بص ثابت ومفيش اي حاجه، مظبوطه 100%. فزي ما انت شايف عايزين مشاهد، دي الفرق ما بين السماعه الاصليه والتقليد. فخلينا نوقف كده ونشكرها ونقول لها ثانك يو. طبعا انت لو جبت السماعه التقليد انت مش هتعرف تجرب حاجات النويز كانسليشن او اي فيتشرز بيقدموا لك برنامج الساوند كور موجود اصلا في السماعه بتاعتك، فيعتبر انت رميت فلوسك في الارض. اللي يغيظك بقى عزيزي المشاهد واللي يضايقك فعلا ان السماعه التقليد بتتباع بنفس سعر السماعه الاصليه، ودي كارثه حرفيا. لان السماعه التقليد انا اشتريتها والسبب هنا اللي انا قلت اسمه، لان الموقع دوت المفروض مشهور ومعروف. تمام، وهحسب لك كل الاثباتات اللي انا شاريها منه. فعرفان ازاي موقع مشهور زي دوت ومعروف يبيع حاجه مضروبه زي كده؟ زائد كمان لما جيت اكلم خدمه العملاء كانوا بيتلاوعوا معايا، ولكن لما لقوني فاهم مشوا الدنيا معايا. فحرفيا لو حد تاني ما يفهمش الدنيا او مش عارف الدنيا او ازاي يتعامل معاهم، حرفيا هيطنشوا الموضوع بتاعك. حمايه المستهلك، وكملت معاهم شكوى، ولكن هم لحد دلوقتي قالوا لي ان احنا نرد عليه خلال 24 ساعه، وانا اعتقد ان هم مش هيردوا، وهروح لهم الفرع واعمل لهم مشكله كبيره والله. فزي ما انت شايف ما تشتريهاش من 2 بي نهائي، وما تضمنش الموقع بتاع 2 بي دوت، لان انا بصراحه مش هتعامل معاه تاني ومش هنصح بيه حد تاني نهائي خالص. فابعد عن موقع 2 بي لو انت هتشتريها منه. تمام، هسيب لك لينك في الديسكريبشن، انا اشتريتها من موقع امازون من تاجر مضمون كده، هسيب لك اللينك بتاعه لان مش فاكر بالتحديد، هو ده فعلا اللي جابها لي مظبوطه واصليه 100%. فلو هتشتريها اشتريها من اللينك اللي موجود في الديسكريبشن او في اول كومنت، تقدر ان انت تشتريها منه، واضمن لك على ضمانتي السماعه دي هتبقى اصليه معاك. انا مش سبونسر ليه ولا اي حاجه يا جماعه، انا بجد ولا بعمل له دعايه ولا اي حاجه، بس هو فعلا الراجل دوت انا اشتريتها منه وطلعت اصليه. طبعا بقى غير محتويات البوكس بتاعت المضروبه هتلاقي بلاستيك معفن كده، الثانيه كانت كرتون. استنى، الثانيه كانت كرتون، انا هوريكم على طول، انا هوريكم كل حاجه، انا معايا العلبتين. تمام، كرتون بالشكل دوت كده، يعني الخامه مختلفه تماما، دي الاصليه ودي المضروبه. تمام، زي ما انت شايف دي كرتون، ده بلاستيك معفن. غير كده البوكس ذات نفسه كانت فتحته مختلفه، زي ما انت شايف كانت في اللزقه اللي هي بتقول لك ان دوت نوت بلاستيك، يعني خليني اوريها لك كده، وفي لزقه هنا كمان اللي هي ايم نوت بلاستيك دي. شايف اللزقه اللي مكتوب عليها ايم نوت بلاستيك دي ما كانتش موجوده في البوكس المضروب. البوكس المضروب كانت جاي لزقه كانك بتفتح اي حاجه عادي جدا. شايف اللزقه اللي هي العبيطه دي؟ تمام، ده اختلاف وانا بفتح على طول شفته. طبعا زائد التغليف ذات نفسه بتاع السماعه الاصليه كان بريميوم، دي كانوا جايبها لي كده اللي هو خد سماعه اهي، ولا فيها تغليف ولا اي حاجه، لا دي كانت متغلفه ومحطوطه في كرتون، وكانت بصراحه عارف اللي انت بتعمل اكسبيرينس انبوكسنج. لكن الاصليه لا، انا حاسس ان انا اشتريتها من عتبه وبفتح السماعه دي وبجربها، انت فاهم؟ نفس الفكره، نفس الشعور ده. فهي دي الفكره بتاعتنا. طبعا هم ما تحاولش ان انت تشوف اي حاجه على الكرتونه، لان الكرتونه كلها مضروبه، هم بيجيبوا نفس الكرتونه بتاعت الاصليه ويحطوا لك في السماعه المضروبه، فما ينفعش ان انا اقول لك على اي حاجه في الكرتونه مش حاجه اكيده يعني. بس هو دوت الخلاصه بتاعت الفيديو بتاعنا. فلو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والسبسكرايب الجميل، وتقول لي في الكومنتات هل فعلا انت اتضحك عليك زي ما انا اتضحك عليا كده ولا لا. وبيس، واشوفك الفيديو الجاي.